صباح الخير يا أحلى متابعين. النهاردة يوم جديد وشغل جديد، ودايما بحب أبدأ يومي بإنجاز حاجة صغيرة تديني إحساس بالحماس. وأول حاجة عندي النهاردة إن أنا ألم الغسيل اللي على المنشر. بصراحة الغسيل من الحاجات اللي بتكون مملة، بس بحاول أخلصها أول حاجة عشان ما تتراكمش عليا. ودايما بحب أقول لنفسي لو انجزت أول حاجة صعبة في يومي بقيت اليوم هيعدي بسهولة جدا. وعشان أكون منظمة بحب أكتب الحاجة اللي ورايا أول بأول. وأنا بشتغل بحب أسمع حاجة مفيدة، والنهاردة قررت إن أنا أسمع السيرة النبوية. من أكتر المواضيع اللي بتشدني وبتديني طاقة إيجابية كده، وبتحسسني بأهمية الصبر والرضا. هوريكوا طريقة يعني هتعجبكوا الطريقة ديت اللي أنا فرشت بيها دولابي بهدومي كلها. فأنا حبيت النهاردة إن أنا أوريكوا طريقة كده إن شاء الله تكون سهلة عليكوا، تطبيق البيجامات. بتحسوا ان الدنيا مش مكركبة كده لو خلصتوها اول باول. لو كل حاجة تانية نظيفة والدولاب متكركب برضو هتحس ان الدنيا مش متظبطة. فرتبيها اول باول وان شاء الله الطريقة دي هتكون سهلة عليكم. انا طبقت معاكم 3 بيجامات عشان تشوفوا الطريقة. لو لو حابين اوريكم طرق تانية، انا عايزه اقول لكم ان انا اللي فرشه البيت كله انا واخواتي. جبنا الطرق من على اليوتيوب وقعدنا فتره طويله قوي واحنا بنفرش، بس وصلنا لمرحله احنا حبيناها. عدينا بحاجات كتير قوي. فضلنا ننزل في الرفوف ونرجعها تاني والكلام ده كله، بس عشان نوصل لحاجة احنا حابينها في الاخر. نزلنا فوط كتير قوي وغيرنا اماكنها وبكذا طريقة وجبنا كمية طرق، وفي الاخر الحمد لله وصلنا لحاجة حلوة الحمد لله. حسينا باحساس مختلف عن ان احنا لو كنا جبنا حد يفرش لنا. كان الموضوع ما كانش هيبقى لذيذ زي ما احنا حسيناه. كنا بنطلع كل يوم نفرش حاجة حاجة، ما يعجبناش حاجة نسيبها لتاني يوم عادي جدا. ما كنا الحمد لله كنا قدامنا وقت ان احنا نفرش فيه شقة براحتنا. ما ما جيتش في الاخر واستعجلت. بس الحمد لله وطبقت معاكم كده 3 بيجامات وريتهم لكم. بعد كده بدأنا بقى في شغل البيت. النهاردة كنت قلت ان انا هروق الأوضة بتاعة الأطفال. هي كده كده ما بنقعدش فيها كتير، بس بسيبها مثلا لو انا هطبق فيها غسيل او كده، او لو همنتج فيها فيديو ورايا شغل بقعد في أوضة الأطفال. بس اي حاجة تانية ما بنخشهاش الا نادرا قوي يعني. فما كانش فيها شغل كتير، بس الحمد لله خلصت وكنست الارض. انا بكنس دايما بمقشه، قلت لكم الموضوع ده قبل كده. ما بحبش اكنس بالمكنسه عشان ما تبوظش السجاد بدري بدري. بس كده كنت بعلم الحاجه اللي انا خلصتها عشان اشوف انا انجزت ايه. وبدأت اخش بقى على تلميع الموبيليا بعد ما كنست، عشان ايه التراب اللي هكنسه ما يطلعش على الموبيليا. فكنست الاول وبعد كده لميت الحاجة من على التسريحة دي اكتر مكان فعلا حرفيا بيلم تراب، وانا عشان الموبيليا بتاعتي كلها بيضة ففعلا بتلم تراب بطريقة وحشة قوي، فلازم يكون ايدي فيها دايما. دايما بحب المعها على طول عشان التراب بيبقى باين عليها قوي. وطبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا، انا مستنية منكم اللايك والشير والاشتراك، لان في ناس كتير قوي بتتفرج عليا ومش عامله لي اشتراك. مش لذيذه ديت على فكره. هستنى منكم اشتراك وتشجعوني كده عشان اكمل معاكم بقيه فيديوهاتي. وانا اسفه ان انا اتاخرت عليكم لان كنت تعبانه وعبال ما قدرت ان انا اصور لكم الفيديو. على فكره الفيديو دوت متصور بقاله فتره طويله قوي، يعني تقريبا من 4 أو 5 ايام، بس انا عشان ما كنتش قادره ان انا امنتجه. بس الحمد لله ظبطته اهوت وهنزله لكم، يا رب يعجبكم. هستنى رايكم وكومنتاتكم كده ان شاء الله تفرحوني بيها. بس لمعت الموبيليا كده الحمد لله وخلصتها، وبدات ان انا ارجع التسريحه تاني زي ما كانت.
فرشت المفرش وحطيت بس المراية بتاعتي الصغيرة والفرش مش اكتر، فرشة والريموت مش اكتر. دي الحاجة الوحيدة اللي سبتها كده على التسريحة عشان تبقى خفيفة كده وحس ان هي فاضية. بس دخلت بقى على الرف موجود اصلا عندي في الدولاب، حاطه فيه الشموع دي، الشموع بتاعتي انا اللي كنت عاملاها. قلت لكم ان انا موزعه شموع كده في البيت وهوريها لكم، ودي من ضمن الشموع اللي انا موزعها في البيت. طلعت الرف ده كنت حاطه فيه كتب والطواقي وكده، طلعتهم عشان المعه، وبعد كده بقى ارجع الحاجه بنظام تاني، لان بحس ان الرف عشان بسحب منه حاجات كتير قوي، بحس ان هو بيتكركب اول باول. بس ظبطته كده وظبطت الكتب. انا بحب القرايه جدا، بس بصراحه بقالي فتره موقفه، بس ان شاء الله عايزه ارجع لها تاني. بحب الروايات. الكتاب الاخير كان جاي لي هديه وبحبه قوي. دي الشموع بتاعتي حطيتها تاني كده، عايزه اشغلها واعطر، بس في نفس الوقت بصراحه عشان انا مش بفضل قاعده على طول في حته واحده، فبحب ان انا لما اشغلها افضل قاعده جنبها عشان اطفيها على طول، بسيبها نص ساعه بس واطفيها بس. وطلعت شنطي وبرضو كلها كده، ولمعت الرف بتاعها ورجعتها تاني بنظام. هي الموبيليا ما كانتش متطربه قوي، بس عشان انا ما باجيش جنب الرف ده كتير، فقلت اطلعهم كده مره واحده وارتبهم والمعها وكده، بحيث ان انا اكون خلصت جزء من تنظيفات رمضان. مسحت الارض بقى خلاص كده من التراب اللي لمعته، مسحت الارض وفرشتها والحمد لله خلصت. ورشنا بقى اللحظة اللي انا بحب اوصل لها، لحظة رش المعطر. دي اكتر لحظة بحبها. قفلت الأوضة ودخلت، شلت بقى كان في غسيل كنت حاطاه في الغسالة وطلعت انشره. على فكرة انا عايزة اتكلم معاكم على المنشر كنت جايباه من الوطنية ستيل، حلو قوي، بيلم حاجات كتير. واحنا عشان في بيت عيلة انا حطاه على السلم عشان مفيش حد وانا في اخر دور، فبصراحة هو حلو قوي، انصحكم بيه يعني. بس الحمد لله كده خلصت ودخلت عملت مكرونة ليا. دي بقى مكافئتي. بس وكنت منزله لكم وصفتها كامله في ريل، فبخشوا اتفرجوا عليها وقولوا لي رايكم، وهستنى تعليقاتكم. هتوحشوني قوي، وان شاء الله هحاول ما اتاخرش عليكم في الفيديو الجاي. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لي اشتراك، عايزين نكبر مع بعض، وان شاء الله هكبر بيكم. يلا باي باي.